جمال، ما بين ابراهيم فايق وما بين عماد النحاس. طبعا كان مستضيف كابتن عماد النحاس طبعا بيسالوا عن كل الفتره اللي فاتت كلها في النادي الاهلي. بيسالوا عن بعض الجزئيات، تكلموا تتمنى تبقى موجود في كاس العالم، تاخد النادي الاهلي في كاس العالم. قال له يعني انت كنت احق؟ قال له لا انا كنت اتمنى. يعني راجل قمه العقليه، قمه العقليه الرياضيه الاهلاويه. شخصيه النادي الاهلي، يعني عماد النحاس شخصيه النادي الاهلي شخصيه متزنه عاقله رزينه، عارف بيتكلم ازاي. اثنى على كل المجموعه، نسب كل اللي فات كله، كل اللي حصل ده من نجاحات نسبوا للمجموعه كلها تما، ما نسبوش لعماد النحاس فقط. ده بيدل ان النادي الاهلي فعلا منظومه جماعيه. ما فيش حد، مفيش حاجه اسمها فرد هو اللي بيقود المجموعه او فرد هو المتحكم في النادي، لا. المجموعه كلها كله عمل جماعي من اول واثنى على اللاعبين الكبار، قال هم دول اللي ساعدوني في الفتره بتاعتي اللي انا كنت متواجد فيها، سواء في الفتره الاولانيه او في الفتره الثانيه. كانوا مساعديني في لم شمل الفرقه، ما كانش فيه اي مشكله، كان مخليني بس تركيزي كله فني لا اكثر ولا اقل. اثنى على المجموعه كلها. طبعا كمان في جزئيه ثانيه، ده كادر اهلاوي، ده كادر زملكاوي. الكادر الزملكاوي اللي هو اسامه نبيه طبعا مع المنتخب زي ما كلنا شفنا اداء هزيل، الاداء لا يرتقي لمستوى منتخب مصر على الاطلاق في كاس العالم. قدم اداء يعني اقل ما يقال عليه ان هو يعني فشل، هو فشل، هو كل اللي همه كله اسامه نبيه ان انا ما يتقالش عليها فاشل. امال اللي انت قدمته ده اداء فاشل، اقل ما يقال عليه ان هو اداء فاشل. طبعا بيتكلم مع ابراهيم، لا انا ما اعتذرش، انا لا انا مش فاشل، انا مش يعني كون ان هو لا يعترف بالفشل في المهمه الموكله ليه، دي في حد ذاتها دي فشل، ده بيدل عن عقليه فاشله. انت ما قدرتش توصل لاي حاجه، ما قدرتش حتى، ما فيش تكتيك، ما فيش بلان، ما فيش نتائج، ما فيش اي حاجه، انت ما حدش اي نتيجه اطلاقا. يقول لك اليابان انا ما اكسبش اليابان ولا الفرقه الثانيه ولا اكسب. ما بتكسب مين؟ انت رايح تعمل ايه؟ انت كنت خلاص بقى، كنا اعتذرنا عن كاس العالم، ما كناش رحنا اصلا. يقول لك انا وصولي لحد ذاته لكاس العالم ده انجاز، ده اللي وصفوه لي اتحاد الكوره انجاز. قال له طب مين اللي سالك؟ قال له مين اللي قال لك ان هو انجاز؟ قال له انا ما اقدرش اقول. شغل كله مجاملات، عايز يتكلم كلمتين حلوين في حق الاتحاد. احنا طول عمرنا طول ما احنا ماشيين بالسوق الاداره، ومفيش حد عارف هو عايز يعمل ايه، ولا في بلان ماشيين عليها او خطه مرسومه احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نوصل لايه. هنفضل طول عمرنا من فشل يتبعه فشل. عايزين نبص على المغرب على يعني جميع قطاعات الناشئين من الفريق الاول، على جميع المراحل كلها السنيه والفئات العمريه، كلها محطوط لها بلان. هتلاقيهم كلهم بسم الله ما شاء الله كلهم في كاس العالم دلوقتي، في نص النهائي دلوقتي. المغرب كسبت امريكا وكسبت البرازيل وكسبت اسبانيا. المغرب عامله بلان وعامله مخطط ماشي عليه. حتى المدربين كذلك الامر بالنسبه للمدربين. يعني المدرب مش ان انا فرحتين يلا اتدرب يلا احنا جايبينك كده، لا، عارف ان هو المدير الفني هيبقى اللي هو المدير الفني الوطني، هيبقى قلبه على مصلحه المنتخب وقلبه على مصلحه البلد اكتر من اي حد اجنبي. ولكن علشان اهله لده وداه يدرس بره الرجراجي وبعض المدربين الاخرين، طلعهم بره، صفرهم على نفقه الدوله، على نفقه الاتحاد.